السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نوريكم فيه خطوة بخطوة كيفاش تديروا لانيش ديال الحمام بطريقة احترافية وبمواد ذات جودة عالية بلا ما تضيع وقتك ولا فلوسك على أخطاء بسيطة ولكن خطيرة. أولاً خصنا نفهموا ايش هو اللانيش. اللانيش هو داك الجيب ولا الرف اللي كتير في الحائط داخل الدوش باش تحط فيه الشامبوان، صابون وكل شي لوازم النظافة، ولكن ماشي أي لانيش كتير كيف ما كان، خاصو يتخدم بطريقة هندسية دقيقة باش يكون عملي مقاوم للماء وكي يعطي منظر زوين للحمام. دابا نمشيو للخطوة الأولى والتخطيط والقياسات. أول حاجة كنديرها هي كنحددو بلاصة اللانيش، خاصنا ناخدو القياسات بدقة باش يجي في المستوى المناسب، لا عالي بزاف لا هابط بزاف. مثلا الطول المثالي كيدور بين 30 حتى ل 60 سنتيمتر والعرض على حسب الحاجة. 2 الحفر في الحيط ولا البلوك. من بعد كنمشيو نحفر الحيط بزاوية مستوية، وهذه أهم خطوة حيث أي خطأ هنا غادي يخلي الرخام ما يجيش مستوي وغادي يبان العمل هاوي. العزل المائي étanchéité. قبل ما نركبوا الرخام كنستعملوا مادة العزل باش نمنعوا تسرب الماء، وخيكون الحيط من الكراميكا. العزل ضروري حيث الماء كيدخل من أصغر شق. تركيب الرخام ولا الزليج. هنا كنستعملوا مادة لاصقة ديال الجودة العالية، وكنركب الرخام بحذر باش يكون متساوي ومميل شوية لقدام باش الماء ما يبقاش يتجمع. وما تنساوش تخليوا شقوق دقيقة بين البلاطات واكتسدوهم بالسيليكون ولا الجوان المانع للماء. 5 التشطيب النهائي. من بعد ما ينشف كل شيء كننقيه مزيان وكنشوفوا النتيجة. اللانيش خاصو يبان كأنه جزء من الحائط، ماشي شي حاجة مركبة كيف ما كان. نصائح ختامية: استثمر في الرخام مزيان، راهو المنظر كيبدا لسنين. دير شوية ديال الإنارة داخل اللانيش، غادي يعطي جمالية راقية. وخباين بسيط، اللانيش هو اللي كيزوق الحمام ويعطيه واحد الشكل العصري. وها حنا سالينا، نتمنى تكونوا استفدتوا من الشرح. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، أبوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد على تقنيات الديكور والرخام. كان معكم أحمد من قلب الورشة. السلام عليكم.